كعام كتمهيد بعد سنغوص في التفاصيل. هي رواية تغوص في كثير من المفاهيم الخاطئة في مجتمعنا الجزائري التي نؤمن بها في مجتمعنا، بين شولتين ذكوري كمنظورنا للأنوثة والشرف والصراع بين الأجيال وصراع الطبقات ونظرة المجتمع للمرأة. المرأة أكيد نظرة المجتمع المرأة التي توفي عنها زوجها أو المرأة المطلقة أو تلك التي بدون رجل في حياتها. رواية أبي الجبل هي نص إن قرأته قالت في أحد التعليقات لزهرة يقرأ بالعاطفة، فقلت أنا أنه نص إن قرأته بالعقل تنكشف لك الحقائق، أما إن قرأته بالقلب فستعيش تلك الحقائق على وزن ما قالت زهرة كاتبتنا في العدد الفارط. رواية قيل عنها الكثير وكتب عنها الكثير كذلك. من بين ما قيل عن هذه الرواية دائما في التمهيد قال عنها عبد الوهاب عيساوي في المقتبس: رواية تمكنت فيها مريم من توريط القارئ في الحكاية وورطتني مع شخصياتها وعشت لحظات الفرح والخيبة والدهشة. يقول محمد لمين بن الربيع: رواية تجيد إغواء القارئ بفتنة حكيها المحبوب بلغة مكثفة تضاهي براعة تكثيف القصيدة. وقال عنها الروائي المغربي محمد سعيد الحجيوش: لغة ناضجة، أسلوب متميز، وتمكن جميل من الأدوات السردية، بداية قوية ونهاية ذكية. قال عنها عبد الرزاق بوكبة الصديق يقول: تتعالى رواية أبي الجبل عن كل التصنيفات من قبيل كونها شبابية ونسائية وجزائرية، هي رواية الحياة. الرواية التي بين يدينا هي عمل أسال الكثير من الحبر في المشرق العربي كما في مغربه. كثير من الكتاب يكتبون لإرضاء ذوق أكاديمي معين، ربما هو نقص ثقة في النفس، نقص أو نظرة دونية لأنفسهم. أما مريم فصراحة كلامها صادق وواثق. الرمزية في الرواية أظن كريم قد عرض عليها بحذافيرها. رمزية الأب أبي الجبل، أنا رأيت بأن العنوان هو تخييل لمفهوم الأب وليس الأب كشخص، ليس كأب بيولوجي. كنظرة شخصية أنا بالنسبة لي الأب كان مفهوم يتمثل في السند، وكل رواية مبنية على غياب هذا السند. هذا ما استشعرته خلال الرواية. اللغة رائعة بكل معاييرها. أنا شخصيا بكاتب مريم تعلم. نعم. وكنت أنت صاحبة الجلسة السابقة. كانت هي لها في الجلسة السابقة. كاين نقطة هو أنه لاحظت القراءات الذكرية مش الذكورية والأنثوية تختلف. كي كملت القراءة تناقشت مع هبة، قالت لي باللي كل الذكور اللي قراوا الرواية كانت عندهم نظرة بأن الرواية تحمل قضية نسوية. ولكن سأنفي هذا الأمر. في الصفحة 130 قامت مريم بمقارنة بين سيمون دو بوفوار وأغاثا كريستي، وكانت موضوعية لو كانت نسوية هي كانت تنتقد سيمون دو بوفوار كأنها تعيش حياة فارهة لا تخولها للكتابة أو للانتفاض من أجل الأنثى. أما أغاثا كريستي لم تمتلك طقوس معينة في الكتابة، وكانت مريم ترى نفسها في أغاثا كريستي أكثر من سيمون دو بوفوار. أعتقد تكرر عبارة مؤخرة في عمارة. في بداية كنت راح نتكلم على المؤخرة. تكررت عدة مرات في النص. هذه سنة مريم تجيبني. الإيحاء الوحيد على كل حال. الإيحاء الوحيد. طبعا هي تحمل أهمية أن الاختلاف في الأيديولوجية والطبقية في المجتمع. أيضا التعددية الصوتية في نهاية الرواية كان تعدد صوتي غير متداخل. حسيت أنه صابرينا كانت عندها مسار نضج في الرواية، وفي الأخير قررت أنها ترى نفسها من زاوية نظر أخرى، في أعين أشخاص آخرين بكل أريحية وتصالح مع الذات.
باعتبار النقطة دي اسم المعيش عندها كانت رواية بصوت واحد، صوت صابرينا في ولا رواية، وفي الفصول الأخيرة في فصل 21 كان فصول ترقيم كثير من 20 ل 21 كانوا 20. قررت الكاتبة أن تعطي الفرصة لشخصيات أخرى في الرواية للتحدث على الشخصية الرئيسية على ألسنهم. يعني قررت في الأخير أنها تعطي فرصة للشخصيات. كانت لا مونوسوم بعد ما تلاقوا لي وهو شيء يعني مغامرة كثيرة الروائية اللي تجاوب على الأصوات المتداخلة، يعني فصل ترويج شخصية، فصل آخر. مريم اختارت أن تكون الأصوات منفصلة، يعني رواية بصوت أحادي، وفي الأخير قررت أن تعطي كلمة لشخصيات أخرى. الهدف من أمر جميل، يعني كان بناء جيد، بناء مفهوم، الفكرة وصلت يعني على تصفح في الانترنت يعني مجموعة من المقالات التي قيلت عن هذا العمل. كذلك كانت محل دراسة هذه الرواية من خلال الملتقى الوطني الرواية والنقد، محل في بسطيف. نعم، كانت محل دراسة هذه الرواية من قبل أحد المجالس الأدبية والفكرية. يبدأ الكاتب صغيرا ويكبر يعني مع الوقت، أما مريم فقد بدأت يعني كبيرة وننتظر منها الكثير يعني في السنوات القادمة إن شاء الله. مريم، ننتظر للأسئلة، لن تكون أسئلة كثيرة وطويلة لأنه سنفسح المجال للجمهور. أكيد الناس اللي يشاركوا يمدوا رأيهم أكيد ونتناقش. البداية أكيد أبي الجبل، لماذا العنوان؟ السؤال السابق اللي نبدأ به وبعد نروحوا قبل ما نحكي عن العنوان، يعني هذا تقديم فخم. مش عارفة إذا كنت أنا مش كشخص لكن ككاتب أو كنص قلت التقديم هذا أو قلت هذه الهالة اللي وضعت على النص، لأن النص في النهاية لما نجمع ثنائية نص قارئ تسقط كل تعريفات، تسقط كل الجوائز، تسقط كل شيء، يبقى فقط التفاعل العاطفي كما قلت زهرة، التفاعل العاطفي بين القارئ والنص. إذا كان النص قادر يقنع القارئ عاطفيا وتقنيا بما فيه، فشكرا على التقديم. أول شيء، لماذا أبي الجبل؟ ولد النص من هذه الثنائية، من ثنائية استعارة أبي الجبل. هنا أبي الجبل لما نحكوا نشرحوا العنوان لغويا هو تشبيه بليغ، هنا المشبه به محذوف، فنقول أبي كالجبل. أنا جيت من بيئة داخلية. بيئة داخلية شيء مميز فيها أنه الجبال تحيط بالمدينة، تحيط بظهر المدينة. لما تروح لبوسعادة، بوسعادة هي المكان الذي عملت فيه، لكن ليس المكان الذي أنتمي إليه بالفعل. لكن لما عملت في بوسعادة أدهشني شكل جبل خدادة وهو يحيط بمدينة بوسعادة. فصورت في ذهني لحظة ما تخيل أنه أشبه الأب بالجبل، الجبل الذي يحيط بالمدينة، وتخيلت سقوط الجبل أو اختفاءه بمعجزانا. ماذا سيحدث في هذه المدينة في حال اختفى الجبل أو انهار أو لم يعد يسند هذا الجبل نحو المدينة؟ فمن هذه الثنائية، ثنائية جبل مدينة، بنيت ثنائية فتاة أب، وحبيت نفلسف العلاقة الشائكة بين الأب والفتاة، لكن من زاوية أخرى، ليس بوجود الأب لكن بغيابه. فأنا هنا كتبت على أبي الجبل، وأبي الجبل كان غائب داخل النص، كان حي في مخيلة صدرنا لكنه كان غائب خلال معظم الرواية. فحبيت الانطلاقة هذه، حبيت تكون شغل مفتاح مختلف أو مقدمة عتبة غير مولودة النص، يعني لا أدري إذا كنت وفقت فيها أم لا، لكن كانت هذه هي مدخل سعيد إلى الرواية. وكان هو العنوان اللي اعترض عليه ناجح في البداية وأصريت عليه، وفعلا كان جزء من نجاح النص. أكيد العنوان جملة اسمية، أبي الجبل. الجبل معرف، التعريف يعني دليل على قيمة الأب وقيمة الجبل في تشبيه. خلينا نشوفوا فيديو صغير على الرواية، فيديو كاريكاتوري كارتولوجيا. اسمحوا لي.
ان بتي فيديو على الرواية إلى اعتراف ما بقاش رواية، ستصبح اعترافا. ملاحظة أخرى ليه فقط، ليس بالضرورة كل ما يكتب بالفرنسية هو ضد الهوية. أحسن من كتب على الهوية الجزائرية ودابا كتبوا باللغة الفرنسية. محمد دياب، مولد فرعون، مولد معمري. فضيلة بسطنجي. وي مدام. أحسن واحد. ما يتحدد. أنا ما عممتش، أنا قلت بلي هذه ملاحظة. كاين جيل تاع كتاب كيما وطار كيما بوجدرة كيما محمد دياب الحياة مازال دربي حق مولد فرعون كتب دروب الوعيرة باللغة الفرنسية، قريتها أنا مترجمة. كتبت أفضل ما في الدشرة القبائلية، كتبت على البيئة الجزائرية في عمق الربوة المنسية تاع مولد معمري. أنا حكيت ما تقدرش تنفي أنه كاين جيل فرانكفوني، هذه حتمية تاريخية. وكاين جيل فرانكفوني مازال استورد البيئة الفرنسية وكتب عليها. ما كاينش الآلة تاعهم، سي ان اوتي. لا انا ما نتقدش النوتي هذاك هو اللي تتمكني منه وتكتبي به، تبقى شخصيتك جزائريه. ما كان حتى فرق بين نتعرب ولا بين نتفرنس. اللغه انا نهدر لك على بصفه عامه، خاطر حتى انا قاسوني كثير بالموضوع هذا. تفضل. في نفس السياق واحده اخرى، المجايره. انا ضد الكتاب اللي قلت تكتب عن جيلي. دوك المجايله اللي المقصود بها المجايله بيولوجيا بحكم الزمن، انه كاين جيل الاستقلال، جيل الثوره، وجيل انا اكتب عن جيلي، جيل 88، الجيل الذي سقط فيه جميلي بجانب مضروبا برصاص. يعني الجيل اسكو تقصدي به جيل بيولوجيا انه من مواليد 80 90 كذا، اما المجايره اللي هي عباره عن تمثيل حقبه سياسيه في الجزائر. يعني لازم هنا توضحي، لانه اذا كان تقولي اكتب عن جيلي انا في عمري 54 سنه لا تعنيني الروايه مثلا. هذه نقطة مهمة كمان. لا أنا قلت أول حاجة كي حكيت فقط على الأسلوب. أنا لما حكيت على الكلاسيكيات على الأدب العربي أنا حكيت على اللغة، أنا هزيت اللغة وهزيت القيم وهزيت المبادئ من عند هذو الكتاب. لكن فكرة الرمزية من التقطتها أنا ما شفتش في الأدب العربي من اللي قريتهم شكون اللي يكتب رمزية. أول مصادفة لي أول تقاطع مع كافكا، مع التحول، رواية التحول. أنا ما قريتش رواية، سرقتها الدكتور فصيح، سرقتها زدت ما قريتهاش. أنا قصدي لا، هذه فقط يعني بتفرق فقط بين أني قلت أنا قريت في الأدب العربي وقريت من بعد التقطت فكرة رمزية من عند كافكا. أما بالنسبة للمجايرة أنا ما نوقعش في فخ أني أكتب شيء لا أعرف عنه. يعني أنا نقدر نكتب لك على الثورة الجزائرية والله نقدر نكتب على البشرية السوداء، لكن أنا ما عشتش تفاصيل هذه الحكايات. كيف نقدر نوصلها بصدق وأمانة؟ كيف نقدر يكون يعني عندي إحساس آلي بهذه الأحداث بينما نقدر نكتب لك بصدق وأمانة عن الحراك الجزائري لأني عشته. في الرواية هذه شو تكون بالنسبة لي كشواهد، وبالنسبة للجيل كذا الجيل الجاي كذا كيما رانا حنا نقراو على الثورة الجزائرية أو على العشرية السوداء كتاب سبقونا، وأنا تبان لي بلي السلسلة هذه منطقية. فقط تعقيب على الأستاذة فقط كلمة أروح ولمن قرأ الرواية عن بعض الإخوة. استضفنا كاتب حسن عطاري في جلسة سابقة، لكن شفتي لما حكى على النقاب في وقت الثورة، يعني جبد على النقاب، ولكن النقاب ما كانش عندنا بالمفهوم اللي نعرفوا به من النقاب، كان عندنا الأعجار والهدايا، فتحدثوا على النقاب وبعض المفاهيم اللي كانت غير موجودة في الثورة الجزائرية، يعني أخطأ في الرواية وممكن هذا المنطلق. زهرة ما قرأ الرواية، محمد وهاجر. زهرة تفضل. راح ياخذ الكلمة اوتوماتيكيا. جوستومون باش نذكر تفضل. معظم النقاط أثيرت مسبقا. بعد ذلك الدكتور فصيح. لا نكمل. محمد وهاجر أستاذ فصيح. نعم. زهرة هاجر ومحمد. تفضلي زهرة. سأنطلق من فكرة مريم عندما قالت بأن القارئ النموذجي أو الأكاديمي كما هو الحكم والفيصل الأول والأخير أو هو المعيار الذي تحسب له مريم في كتابة الرواية. وأنا أيضا عندما قرأت الرواية
أقبل في بالهم شيء، وهو أنها تكتب ليس لإرضاء ذوق أكاديمي أو المونولوج الداخلي أو ما يعرف بتداعي الأفكار التيار الواعي، مزج بين الرواية والسيرة الذاتية، فهي يعني فيها طابع غالب يعني من السيرة ومن الرواية، بين الواقع والخيال، الواقع الاجتماعي وواقع آخر متخيل. لا يكاد بس هذا الواقعين ينفك يعني عن بعضهما، مترابطين بطريقة جمالية سردية شعرية كذلك. بنات النص عندنا تقنية الفلاش باك، الاستباق والاسترجاع، يعني هذه كلها مجموعة من التقنيات وظفتها مريم، وهذا هو ممكن هذه كل تمكن من التقنيات ومن اللغة، لأنه قلت في كل كذلك فيما يخص اللغة، قلت محظوظ من يستطيع تطويع اللغة ومسكين من تمكنت منه فطوعته لما تريد. ممكن ليس هذا المقصود، ولكن اللغة تمكنك من اللغة هو ما قدم لنا هذا يعني المنتوج. لكن عندي سؤال آخر بعيد عن هذا النقد، يعني الاقتباس من النقد. حكيت على صراع طبقات في العبارة، عن الصراع بين الأجيال كذلك، بين وعندنا فكرة الفتاة التي تنتهي البنطلون، يعني قضية الشرف، إنه طفلة تلبس سروال ثم ما يشتمر. وحكينا في الجلسة الموازية عن الرجل الذي يدخن فهو رجل، أما المرأة التي تدخن فهي ليست بامرأة، المرأة التي تلبس سروال ليست بامرأة، الرجل يلبس سروال عادي. حكينا على بعض المفاهيم والكثير من الأمور. إليك التعليق. السؤال هو حول الصراع على فكرة، نعم، هو حول الصراع طبقات وصراع الأجيال، نعم. هو وعلى فكرة كذلك فكرة الشرف بالنسبة للمرأة كذلك، منظور المجتمع. هو المكان الداخلي، اللي حكيت عليه هو عبارة عن عمارة عن خمس طوابق، وفي القاعدة كمان. والقاعدة تاعها هي كانت تعتبرين أولها، فلما المشهد الأول كان صراع حول تدفقنا احنا على بالنا باللي العين لما تطلع في العمارة، فالطوبق العليا تحرم من الماء والطوبق السفلى تحتكر الماء. فهذا الصراع هو عندنا صراع موازي هنايا في الحياة، انه توجد يعني نقولوا طبقية، نوع من انواع الطبقية، انه كاين احتكار مثلا الثروات الطبيعية واحتكار البنية التحتية اللي عندنا في الجزائر وباقي المدن، بين باقي المدن مناطق الظل، مدن كاملة تشوفوها في الجزائر مناطق الظل. هذا نوع من انواع التصور. ولو لاحظت انه كل طبقة من طبقات العمارة البيت تاعها كان ينتمي الى ولاية معينة. لو الصيفي كانت عتيقة من وهران، ونقولوا مقران زوجته كان من منطقة القبائل الكبرى، فهذا مقصود. انه غير كاين نوع من انواع الاحتكار في الثروات داخل الجزائر، او نوع من انواع التوزيع. ما نقدرش نحصوا اسباب والله نحكيو عليه، هي الوجهات الاكاديميه، لكن كاين توزيع غير عادل الثروات الطبيعيه داخل الجزائر، واللي تلقى مدن معينه انها تعاني منها من الفقر، ومدن اخرى تعاني من الوفره والرخاء والى اخره. وهذه التقسيم هذا ينتج عنه نظره عنصريه من هذه المنطقه الى هذه المنطقه، ونظرة الاحتقار من المنطقة إلى هذه المنطقة. فهذا الأمر موجود، نحاول ننجزه أنا داخل العمارة ذات الوجه البعيدة. قليل من درس جيمس فريزر في آخر سؤال فقط. لما نحكيو على الرمزية، ما دلالة الرمزية تاع نعرفوا إنه الجبل ملجأ الأنبياء، الجبل منطقة الإلهام، مكان الإلهام، الوحي، العزة، التأمل، الشموخ، مجموعة من الدلالات يعني لا تنتهي عن الدلالات الرمزية تاعها. لم يترك لكم شيئا. ما راح اروضوا نميت على كل شيء. لا هم 5 أسئلة فقط، بقدر كثيرا. السؤال اللي تسأل منفصل 5 أسئلة فقط وهو كذا. ضيفنا من كل الأشياء معناها احنا خلينا الزلمة فيها تتحصل لأنه من الأسماء شفتي؟ أنا ضيفتك من 5
وانا للاسف جلست هنا كي اقوم باحداث التوازن ولكن غلبك يمين لا يجي إليك الخط ونعطيو الفسحة للجميع. الفسحة للجميع لطرح الأسئلة. صفراء وليس حمراء. وردية اخترعوا بطاقات وردية. وبيضاء أيضا. لو سؤال نخف يا هو أسئلة جدا وأنا لدي عدة أسئلة ولكن خارج سياق الرواية ولكن نريد أن أكيد أن الجمهور نساوك يا أستاذي نساوك اليوم. أكيد عنده إذا سألت يا حبيبتي الرد على جزء مما سأل فقط حتى نفس الرمزية والدلالة ثم سؤال مهم. تفضل. أنا كقارئة أنا مولعة بالرمزية. كيف حكيت المرة اللي فاتت ونحكي دائما على رواية أنا بالنسبة لي هي في الأدب العالمي هي كتبت على رمزية أفضل من كتابتكم من كافكا. روايتي تحول تاع كافكا تصور لك مشهد بسيط مشهد الأول أنه شخص ينام يستيقظ الصباح يجد نفسه حشرة. رواية عبثية. رمزية موجودة رمزية. أنا لما قريتها في وقت مبكر جدا بقيت نستغرب طرحت 1000 سؤال على حول يعني كيف أن شخص يستيقظ يصبح حشرة؟ ماذا يريد أن يقول الكاتب؟ ومن بعد قريت هوامش على الرواية شوف لقيت بلي كافكا كان يحس بالاحتقار داخل منزله فهو حاول يصور هذه نظرية الاحتقار أنه محتقر وأنه غير مهم داخل المنزل تاعو صور شخص يتحول إلى حشرة وكانت لحظة فارقة في الاكتشاف أني شغفت بالأدب الرمزي فحاولت نوظف الرمزية بقدر ما أملك من أدوات داخل أبي الجبل استعرضت الجبل استعرضت العمارة وجبت كاتوش عندي وحاولت أوظفها كرموز داخل النص فكنت مش عارفة إذا وصلت أم لا. إذن شكرا لك مريم على هذه الإفاضة شكرا لكريم على هذه الأسئلة الملمة والعميقة أيضا. أنا يعني في الحقيقة أبارك لك مجددا الرواية التي لم أقرأها في الحقيقة ولكني أعتقد أن لديك يا مريم خلفية أدبية عميقة جدا فهل حدثتنا عن خلفياتك الروائية والأدبية بمن تأثرت لمن تقرأ مريم وكيف جاءتها فكرة كتابة الرواية دون غيرها من الأنواع الأدبية؟ أبي الجبل بكل ما فيها جاءت نتيجة شيئين. أول شيء القراءة المبكرة والقراءة المكثفة. أنا قارئة منذ القدم قبل ما أكون كاتبة أنا قارئة منذ القدم. أنا بديت أقرأ منذ 10 أو قبل وكنت في البداية أقرأ كل ما يقع تحت يدي. قريت مجلات العربي الكبير قريت الكلاسيكيات وهذا شيء مهم. أنا بديت أول ما بديت نقرأ بالكلاسيكيات قريت نجيب محفوظ قريت توفيق الحكيم قريت المنفلطي للرافعي السباعي فالكلاسيكيات تمت لك لغة وتمت لك رصانة في التفكير وتمت لك توجه مستقيم في الأدب. فلما بديت بها وش قريت من بعدها كانت إضافة قياسا بنجيب محفوظ وبالمنفلوطي وبالسباعي وبكل الأسماء هذه الثقيلة. يعني أنا بالنسبة لي كانت مدارس بالنسبة لي في وقت مبكر جدا. فالقراءة الكثيفة يعني بين ما بديت نقرأ وأول نص كتبته أكثر من 10 سنوات. يعني ما جربتش أنا على الكتابة قبل ما يكون في رصيدي ممكن 100 كتاب قرأته أو أكثر. فالقراءة المكثفة والقراءة ما نقولش موجهة لأن كنت ما تقرأ من بعدها تتبان لك التوجه تاعك تبدأ القراءة تتغربل تبدأ تبان الشيء الثاني يحب تقراه واللي يحب تكتبه. يعني أنا قريت في الشعر وقريت في السرد وقريت في المسرح لكن أنا توجهت وحدي لقيت روحي للسرد لقيت روحي قريبة من القصة وقريبة من الرواية. شيء ثاني أنه أبي الجبل ما كانش المحاولة الأولى ونحكي لك الكلام. كان عندي ست نصوص 5 نصوص أحرقتها لأني ما كنتش راضية عليها. نفس رد الفعل عقلتها 5 نصوص لأنها ما كانتش في مستوى أحرقتها عقلتها. وكاين نص قبل أبي الجبل كتبته لمدة 4 سنوات بعد ما كنتش راضية عليه فأزحته جانبا. فلما بديت نفسي في أبي الجبل كتبتها بمحاذير كثيرة أنه إذا ما كنتش تفهمي راح ينال ما ينال الأصدقاء. فكتبتها بمحاذير كثيرة كتبتها وأنا أكتب وأحذف وأحرص يعني
اضطرتني انها تخرج. وتحصلت على الجائزة الأولى، جائزة دعم معاشي لرئيس الجمهورية في سنة 2020. السلام. إذن هذا التريث وهذا الإحساس بالعبء والمسؤولية بمسؤولية الكتابة وبخلفيتك الأدبية يعني القديمة هي التي منحت لك هذا الفوز، لأنه عمرها الجائزة ما تجي هكذاك وحنا ننهض إليها أو نبحث عنها، هي تأتي لعمل جاد وجميل أكيد. يعني بورك حلمك يا مريم. سأفسح المجال يا كريم بعد إذنك للقاعة ولكم الكلمة. سأبدأ بأم البنين عضو المكتب في اتحاد الكتاب. وليس يعني تمييزا لأنني عضوا. لا يبعدوا لي أبارك أول حاجة أبارك للكاتبة، مع أنه هو عنده سنوات إصدار الكتاب، لكن سقط بيدنا هذه الأسابيع الأخيرة. العنوان طبعا حتى لا أسرف في وصفه أو في يعتبر العنوان أبي الجبل عبارة عن نص موازي لما جاء داخل النص داخل المتن يعني، طبعا بكل ما يحمله من رموز، سواء رموز نفسية أو رموز اجتماعية أو ثقافية. لا أتكلم على الرمزيات، لأنه حتى محفوظ لما سئل في كثير في اللقاءات الصحفية عن الرمزية التي يتبناها في رواياته، قال أنا عندما أكتب لا أنظر للرمزية ولا أنظر لأي شيء، لأن الرمزية هكذا تأتي هكذا، والنقاد هم الذين يكتشفون أكان الكتابة رمزية أو تحيلنا إلى أشياء ثقافية أو سياسية أو كذا. لكن هذا قراءتي الأولية أبي الجبل طبعا عنوان ملفت، خصوصا للمرأة أو للبنت، لأنها تحيلها على والدها بالجبل، وكل أبائنا يعني كل أبائنا جبال بالنسبة لنا نحن كبنات أو كنساء. هي مثل العرب يقول لك كل فتاة بأبيها معجب. نعم، كل طفلة بأبيها معجب، ومن شابه أباه فما ظلم، ولكن البنت هي أشبه إلى أبيها وأقرب إلى أبيها من الذكر، بدليل حتى الكاتبة لما كتبت هي أقرب إلى والدها. أنا حسب قراءتي لما غصت في القراءة طبعا في الكتاب أبها، يعني لا أقول أبها ولكن جذبني لأنني بنت، وتصورت أنه أبي أيضا جبل بما لديه من الأمن والأمان عقدة إلكترا. الجبل رأيته جمل رمز للركود، عدم تغيير الآراء، عدم حبيت نقص الأب المسكين اللي تعلق عليه. لهذا أعطيته قراءة أخرى للعنوان. ربما قلت الأب هو رمز للأب المتسلط الذي لديه ركود في الأفكار، الذي لا يريد أن يجدد من أفكاره، يتمسك بالأفكار القديمة والعادات والتقاليد البالية، لأنه يوجد من العادات والتقاليد ما هو جيد ومفيد لنا في الوقت الراهن. لهذا ربطت ربما أبي بعقدة أوداب ولا عقدة إلكترا، وإن شاء الله نتشرف إني نقرأ الرواية ولا معنا نقوم بتحليل نقدي لها إن شاء الله، وبالتوفيق في مسيرتك. صح، راح نجاوبك على السؤال تاع مسرحية أو إلى النص. أنا ما كانش أنانية مع النص، أنا نخلي يعني من ناحية القراء نخلي كل قارئ يتفاعل مع النص بما يناسبه. فأنا في الأغلب القراءة أو المراجعات التي تصلني حتى ما تعجبنيش ما نجيش في بلاصة النص ونبدا ندافع عليه ونقول أنا أقصد هكذا، لم أقصد هكذا، وما تقولوليش باللي هذا نقص، أنا بالعكس نقص قوة. أنا نخلي النص يدافع على نفسه. فمن هذه الزاوية أنا أقبل أن تمسرح رواية أو تروح للدراما. علاه؟ لأن المخرج هو قارئ أيضا، يقدر يصور الرواية بطريقة تقدر تكون مخالفة مش حابة نقول أنا، لكن تقدر تكون مكملة أو نظر من زاوية أخرى. قادرة السينما أو المسرح يخلي الرواية بشكل أفضل أو يخليها بشكل أسوأ أو يصورها بزاوية أخرى، وهذه إضافة لي ولي أنا. هل تسمح لي مريم بالقيام بهذه الخطوة مثلا؟ اقتباس من الرواية وجعلها تحويلها إلى مسرحية
ربما فيلم قصير فيلم طويل. شرفني جدا. شيء معليش فيما يخص دراما الروايه، يعني نحول او يحول الكاتب الجزائري لحد الان ليس هناك. لحد الان مبروك لكم. انا عندي مي فيزيتور كي ماتوندي باسكو كان داير معرض بالمسرح وجيت يعني باش غدو يعني رمزيا. يعطيك الصحة. شكرا مشكور. كنا فيما يخص دراما النص الروائي او القصصي او في هذا التقنيه بالذات او في هذا التفصيله بالذات او الحيثيه لم نشاهد كثيرا او اصلا منعدمه تماما دراما ما عدا الحريق وريح الجنوب. هذا ما احلام الصغانيه وانا رايحه لا انا رايحه للروايات. نتكلم على الدراما. بالعكس بالنسبه لي لما شاهدنا مسلسل الحريق او رياح الجنوب استمتعنا جدا لكن في الآونة الأخيرة لما أضرمت أو نقلت إلى دراما مسلسل ذاكرة الجسد لم تعجبني تماما. لماذا؟ لأنها كانت الرواية أصلا مسرفة في اللغة، يعني كانت حكائية، كانت تتكلم كثيرا على النفس البشرية، على يعني هنا أفقدت الرواية تلك الصراعات الكثيرة التي تجذب المتلقي بصوتا وصورة. أنا يعني من وجهة نظري تبعت كثير من المسلسلات أو من الروايات التي ترجمت أو التي أخذت في الدراما من جانب المصري أو السوري، فكانت يعني ناجحة جدا. بينما ظروف أخرى بينما نجاح العمل الدرامي الرواية فقط. لا بينما الرواية ذاكرة الجسد كانت هابطة، يعني ربما لأنه الإخراج كان حتى أنه مش غير أنا يعني المخرج والإمكانيات، حتى أنه الممثلين كانوا ممثلين سوريين ما هماش ممثلين جزائريين، ما عطاوش هذيك الروح حتى أنه كاين بعض النقاد السينمائيين قال لي اللغة المسرفة في الحكي هي التي أوعقت. نعطي الفرصة للجميع. إليك محمد رابحي. سي بيان. وهذا هو اللي اعتمدتيه انت، اعتمدتي انك تحكي حكايه بسيطه تاع شخصيه بسيطه، حكايه تاع كل الناس، حكايه يعني تاع قطاع كبير من النساء في الجزائر او البنات في الجزائر. هذا عجبني بزاف. وعلى فكره كنت طرحت موضوع جزائريه النص. أنا كي اعترضني إدراجك اللي إتيان ديمي ولا الحيزية ما عجبنيش الأمر، لأنه حسيته مقحم. بينما اللي عجبني في جزائرية هذه الرواية هي بساطة المعيش. هذا هو كي نسمع أنايا كاين عمارة، كي نسمع انه كاين ازمه تاع ماء، كيفاه يطلع الماء، كيفاه هذاك الضجيج والجلبه تاع الجيران اللي تزعج الناس الكل، ضد الناس الكل. هذه هي الجزائر، مش الجزائريه في اني نجيب رموز، لا، الرموز في الغالب تجي مقحمه، وهذا ما حسيته يعني في العمل تاعك مع الاسف. علما انه يعني كي نقول مقحمه باعتباري انا ربما نقرا في مستوى معين من القراءه، لكن ربما بمستويات اخرى القارئ عادي ربما يتقبلها. هذه الجزائريه قلت حاجه ملاحه في انها تقيس الحياه البسيطه تاع الناس، الحياة البسيطة تاع بنت جزائرية تاع الوقت هذا كما قلتي انت، حتى قلتي تاع الجيل نتاعي، ولا هنا نعارض رضوان علوي، لا جيلها يعني تاع المرحلة نتاعها، فهمت؟ لأنه أنايا مثلا أذكر أني قريت ريح الجنوب،
تاع بن هدوقة اهدر على المرأة الجزائرية، وعلى فكرة اهدر حتى على المرأة تاع الجنوب على فكرة، وكيف انها عندها افكار هكايا بين قوسين تحررية او هكا منطلقة. لاحظت انه كاين اختلاف كبير، لانه اللي طرحوا بن هدوقة في وقت معين وكان يعني يعكس ما كان قائم في المرحلة هذه، يعني يختلف تماما على ما طرحته مريم يوسفي في بالنسبة لقضية المرأة حاليا. قضية نعطيهم شوية تعقيب للكاتبة. يعني كلامك كامل على راس العين، يعني ملاحظات فعلا في محلها، وفكرة اني اقحمت ديالي الحيزية يعني اقبلها كحقيقة. يعني انا دخلت هذه الرموز بحذر، وانا مش عارفه اذا كان التوظيف تاعها صحيح ام لا، ولو انه قحمت في عبارات عابره، لكن فعلا قادره تكون لم اوفق فيها، فلا وفقت فيها 100%. شيء اخر انه القطع القصيره او قصر نص او تكثيف، هذا يرجع لشكيت مع كريم صباح انه انا في الاصل قاصه ولست يعني سانده، وعندي النفس القصير في الكتابه، لا احتمل النص الطويل، لا احتمل النص الطويل، لا احتمل الاسهاب في العبارات. فوقعت في هذا في ابي الجبل، ولقيت روحي مضطره اني نمط في بعض المواضع باش تتحول هذا النص القصير الى روايه. وشيء اخر ان طال النص هذا كثير من الحذف، يعني حذف منه الكثير، يعني تقريبا كل منه حذف، فخرج بهذا الحجم، خرج بهذا التكثيف. قادر يكون موفق في بعض القطع، وقادر يكون قصور في قطع اخرى، وهذا انا شيء اتقبل ونتعلم. حذف ام احرق؟ بدأ وقت لم يحرق. كاين ستيفن كينغ يقول باللي العمل الناجح، يعني بالنسبه لتجربته العمل الناجح التاعي هو اللي يقول نقدر يعني على الحدث، لانه الحدث هو قدره، مش حاجه سهله. هو صعب انك تحدث، صعب زي الكتابه، زي ما انا نكتب بصعوبه، الحدث لازم يكون صعب، فهمت؟ هو القدره على الحدث وبشكل كبير، يقول يعني اني نقدر نحدث كم كبير من الزايد. قبل الدكتور فصيح كريم حبيت نتعرف على الاخت فقط لا اعرفها، ربما تقدم صديقه لي دكتوره رحمه بن جديد، دكتور علم الاتصال، ايدني وتساندني، ولو انه اعتب عليها انه صديقه ولم تقرا نص. دائما الاصدقاء هم الذين يقولوا الاصدقاء قراء سيئه، الاصدقاء قراء سيئه، لكن هدايا جيده. انا اشكرك. انا رحت كنت اعمل في الجامعه وجات على عجاله باش مرحبا بك دكتوره. قالت لي انا سهلا في هذا المكان. هناك